البيزنس في بعض الاساسيات اللي لازم نتكلم عليها، ضروري ضروري والله العظيم. هتشكرني انا عارف على الفيديو ده. الفيديو ده حرفيا هيوفر عليك انك تخسر راس مالك اللي انت تعبان فيه، اللي انت شيان فيه. طبعا يعني انا عارف ان اغلبنا بيكون تعبان في راس المال اللي معاه، فما ينفعش ان هو يخسره. ببعض القواعد اللي انا هعرفها لك دي هتبقى بمعنى اصح زي ما بيقولوا محافظ على راس مالك، وممكن كمان تنجح وتعمل مشروع وينجح معاك ويبقى معاك افضل شيء. بصوا يا جماعه، الوضع بيبتدي مثلا بان بتكون جمعت 20 او 30 الف جنيه، فبتبقى عايز تعمل بيزنس، مشروع زي ما بيقولوا، تختبر فيه مثلا عشان باذن الله ينجح، يجيب لك اضعاف اللي انت دفعته ويبقى مشروعك نجح، وباذن الله تبتدي في البيزنس بتاعك وفي حياتك العمليه. بصوا يا جماعه، اول قاعده لازم تركز عليها كويس جدا: ما ينفعش اختبر مشروع براس مالي كله. ما ينفعش ابقى انا تعبان وشقيان في تجميع 30 او 20 الف جنيه مثلا، تمام، واروح اختبر بيها كلها. طب قدر خسرت الفلوس كلها، يبقى انا ايه؟ دي ما فيهاش احباط، دي فيها شلل، انت حرفيا هتتشل. لكن لا، انا ما اعملش كده. امال انا اعمل ايه يا محمد؟ ببساطه شديده في قاعده تقول لك اختبر مثلا ب 25% من الفلوس. شوف 30,000 مثلا يا عم، اختبر ب 7 8,000 منهم، فاهم؟ حتى لو خسرتهم لا قدر الله، يبقى اسمى برضو معاك 22,000 سندينك لحد ما تجمع فلوس تاني وتعمل كذا. المهم ان ما ينفعش اختبر مشروعي براس مالي كله. غلط، غلط كبير، غلط كبير. انا مش هعيدها لك لتاني مره. يبقى ما ينفعش، حتى كان يقول لك زمان ايه، ما ينفعش تختبر عمق البحر برجلين. يعني ما ينفعش تنزل برجليك الاتنين وتشوف اذا كان البحر غويط ولا لا، بتنزل برجل واحده ورجل تانية بره على الشط عشان لو غويط تطلع، فاهم؟ انما ما ينفعش اخش بالرجلين، طب ما انا كده هغرق. نفس القصه مع الفلوس. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه بقى، ودي بقى مهمه لابعد الحدود، يمكن اهم من الاولانيه بكتير. احنا اتفقنا مش هنختبر براس المال بتاعنا كله، ولكن انك هتعمل مشروع تعمله بطريقه صح، تستشير الناس الصح، تشوف الناس الصح اللي نجحت في المشروع ده وتستشيرها، عشان على الاقل لو كنت هتعمل حاجه غلط هم يقول لك لا اعمل كذا عشان احنا غلطنا في كذا. طبعا دي تزود من احتماليه نجاح المشروع بتاعك. يعني مثلا ما اروحش افتح في منطقه، مثلا انا بدي مثال، يعني لو انت مثلا تفتح في منطقه مثلا، فهتفتح محل، مش هنقول مثلا متجر على النت ولا حاجه، تفتح مثلا محل ولا حاجه. ما ينفعش مثلا اروح منطقه ما فيهاش بني ادمين واقول هو المشروع بتاعي فشل ليه؟ طب ما انت يا ابني انت هتبيع لمين؟ هتبيع للهوا؟ ما انت لازم تبيع للناس، انت في منطقه ما فيهاش سكان. فاهمين الفكره؟ دي حاجه مهمه جدا. بشوف الناس اللي فاتحين مشروع في الاغلب يفضل مشروع بنفس طريقه المشروع اللي انا عايز افتح له. مثلا هفتح مثلا محل عطور، اروح لناس بتوع عطور، يا جماعه دلوني انتوا عملتوا ايه، طب انتوا سويتوا ايه، طب انتوا غلطتوا في ايه. هم هيدلوك على الصح من الغلط. انت فاهم الفكره؟ امشي بالنقطتين دول هتنجح نجاح خرافي، حرفيا نجاح خرافي. انا عارف انا بقول لك ايه. طيب يبقى النقطه الثانيه انا قلتها. النقطه الثالثه لازم، ودي بقى مهمه قوي يا جماعه بقى، يعني لازم ان انت تكون مجهز. يعني في المشروع ده مثلا انت فتحته، تكون مثلا حاجز فلوس على جنب، انك مثلا تفتح شهرين كمان معاه، تكون مثلا حاجز فلوس الايجار، ان مثلا ممكن مثلا مشروعك في اول شهر ما يفلحش، ممكن في تاني شهر يفلح، في تالت شهر يفلح. فببساطه شديده، بس لو انت اتبعت القاعدتين اللي في الاول، في الاغلب من اول شهر هينجح، في الاغلب بنسبه كبيره يعني، لان انا كهربت كتير في الحوار ده، فانا عارف انا بقول لك ايه. وبس يا شباب، ده كان فيديو النهارده. يا ريت بقى لو الحلقه عجبتك زر الاشتراك تحت الفيديو، والسلام عليكم. باي باي.